السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعضينا طريقة عمل البليلة. انتوا عارفين قمح البليلة مادة غذائية فيها سعر حراري عالية. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة زي اللي بنجيبها من محلات الفول. يلا نبدأ بسم الله ونقول معانا ايه. انا معايا هنا ربع كيلو قمح بليلة غسلاه ونقعاه مدة ساعتين. معايا هنا كوبايه الا ربع رز اللي هتدينا القوام اللي تخلي البليله بتاعتنا تتقل. انا هحطه هنا برضك في القدر اللي عملت فيها الفول قبل كده. انا دلوقتي حطيت الرز مع البليله مع القمح البليله. هضيف له ميه سخنه مسخناها عشان لما اجي اسوي البليله بتاعتنا تستوي على طول ما تاخدش وقت. هحطها على النار تستوي، ولما تستوي هرجع اوريها لكم. جبت لكم تاني بعد ما البليله بتاعتنا استوت. شايفين حضراتكم منظرها عامل ازاي؟ بليله ولا مش بليله؟ زي اللي احنا بنشتريها من المطاعم اللي بيبيعوا الفول. كوبايه منها فيها كمية سعر حراري ما اقولكمش، احسن من كوبايه شاي بلبن. نحط حبه فيها لبن، نضيف له كام معلقه سكر تبع الرغبه. والشوكه بقى افطري بيها، فيها قيمه غذائيه عاليه. تدي اولادك كوبايه منها، تشربي لك كوبايه جاي رمضان السحور، تشربي لك كوبايه على بعد ما تسحري، احسن من كوبايه الزبادي. طعمها في منتهى الجمال. انا هخزنها هشيلها في اكياس فريزر حضراتكم، واعملها لاولادي السحور بعد ما نتسحر. بص من ربع كيلو قمح بليله عمل لنا كميه قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله، حله مليانه. انا فضيتها من القدر عشان انتوا عارفين لما الحاجه بتسووها تيجي تسووها بعد كده بتكتر. قمت مفضياها في الحله ديت وسويتها في الحله ديت. انا هعبيها في اكياس ولما اخلص ارجع لكم عشان الفيديو ما يطولش عليكم. رجعت لكم تاني بعد ما عبيت البليله بتاعتنا في الاكياس. شايفين من ربع كيلو بليله عملنا كميه قد ايه؟ انتوا عارفين البليله فيها قيمه غذائيه عاليه، تنفع بعد ما تسحري تاخدي كوبايه بليله باللبن. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير. لو لسه اول مره بتشوفوني اشتركوا في القناه. لو عندكم اي سؤال اكتبولي في التعليقات. يا ريت اللي اول مره بيشوفني يشترك في القناه. اشوفكم في فيديو جديد.